فاكرين الليمون المعصفر اللي عملناه مع بعض؟ انا فتحته دلوقتي وحطيته في علبة علشان يفضل نظيف، وهحطه في التلاجة عشان ما يعملش عفن لاني فتحت البرطمان خلاص. انصحكم اي مخللات تكونوا عاملينها وفتحتوا عليها حطوها في علبة او حطوها في البرطمان بتاعها بس في التلاجة، وخدوا منها على قد الاستخدام، وبعد كده رجعوا العلبة تاني بس بمعلقة نظيفة طبعا. ناخد من العلبة ونرجعها تاني التلاجة لغاية ما تخلص. يعني بعد ما نفتح البرطمان مفضلش اللي هو يفضل بره التلاجة حتى لو في الشتاء. الليمون تحفة وكهرمان ودايب. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ تحفة، ريحته لوحدها رهيبة. لو عندنا بقى شوية فول في العشاء او في الفطار ممكن نضرب ليمونة، والصوص بتاع الليمون ده لوحده حكاية. نسيت اقول لكم اللي انا حطيت على وشه شوية زيت، طبقة من الزيت كده عشان تحفظه اكتر وهو في التلاجة. يعني حطوا على وشه شوية زيت هيمنع العفن. هو كده كده ان شاء الله يعني في التلاجة مش هيحصل له عفن ولا حاجة. وهقول لكم على خلطات ووصفات وصوصات كتير بالليمون المعصفر غير اللي احنا هناكله كده من غير اي حاجة جنب الاكل. هقول لكم على وصفات ممكن نعملها وندخل فيها الليمون المعصفر. شكله بصراحة رهيب، عجبني جدا. قلت اعمل لكم الفيديو ده لما فتحت عليه عشان تشوفوا شكله وجماله. جربوه، وهحط لكم اللينك بتاع الفيديو طريقة الليمون المعصفر تحت الفيديو في الكومنتات. هعمل لكم الليفت كمان اليومين دول، الموسم بتاع الليفت، وهقول لكم ازاي يقعد معاكم رمضان زي ما هو بيقرمش من غير ما يتهري. استنوا فيديو الليفت. باي باي.